احذري أيتها المرأة أن يكون الجوال سببا لفساد قلبك، لفساد قلبك، فيحصل الضرر عليك في الدنيا والآخرة. أنت مراقبة، الله مطلع، الله يعلم ما تكن الصدور، يعلم السر وأخفى، يعلم ما يوسوس به العبد، ما ينويه يعلمه الله من تلك المفاسد والأضرار التي تحصل في الجوال، أنه سبب لضياع الوقت. كم من أوقات تضيع مع هذه الآلة المفسدة، أوقات طويلة في الليل أو في النهار، سمر ومراسلات ونظر فيه وتقريب له، فتذهب الساعة تلو الساعة، فتذهب الأوقات ويذهب العمر ويذهب الشهر وتذهب السنة، وما زالت المرأة التي لا تخاف الله في وقتها ولا تراقبه على ذلك الضياع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في البخاري عن ابن عباس: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة والفراغ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم 5 قبل 5، حياتك قبل موتك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك، وهكذا، وصحتك قبل سقمك، وشبابك قبل هرمك. 5 أمور. فالوقت أيتها الأخوات المسلمات أغلى من الذهب والجوهر، كما قال العلامة العثيمين: إن الوقت ثمين وثمين وثمين، وهو أغلى من كل شيء، من كل نفيس في هذه الحياة. لماذا؟ لأنه عمر، لأنه محل العبادة والطاعة، أيام قلائل، وإذا بالمرأة قد انتقلت إلى قبرها بما معها من أعمال. فاحذري أن يكون هذا الجوال سبب لضياع الوقت.